السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنقدم مع بعض فيديو جديد وحلقة جديدة إن شاء الله يا رب تعجبكم. هنعمل فيها السمك المكريل المشوي بالردة. طبعا معانا سمك زي ما حضراتكم شايفين كده متنضف ومغسول من جوه ومتنضف كويس ومغسول كويس بالملح والليمون والخل، وطبعا مفتحينه كده يا جماعة من جوه عشان يستوي. الجسم بتاعه متفتح ومتشرح زي ما حضراتكم شايفين. ومعانا الخلطة بتاع الحشوة بتاعتنا اللي احنا هنحشي بيها السمك، وكمان معانا نص كوبايه خل ومعلقه دقه بملح بفلفل احمر كده. كل الناس اللي بتعمل السمك عارفاها، ودي بنبقى نحطها على نحدق بيها الخضره بتاعتنا ديت او الحشوه بتاعتنا، وبرده بنستعملها في الصوص اللي احنا بننزل فيه السمك ده او بنرشه عليه على حسب ما حضراتكم عايزين. وكمان معانا معلقتين توم مبشور او مطحون زي ما حضراتكم عايزين، وكمان معانا معلقه كزبره ناشفه ومعلقه كمون، ومعانا الرده طبعا اللي احنا هنبصم فيها السمك. هنبدا مع بعض اول خطوه ان شاء الله دلوقتي ان احنا نحشي السمك بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين. طبعا احنا محدقين الحشوه بتاعتنا ديت من التوم بالملح بالخل اللي هو التوميه ديت او التحديقه بتاعت السمك. بعد ما حدقناها وقلبناها زي ما حضراتكم شايفين كده، هنبتدي نحشي بيها السمك بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين بالطريقه دي، ونحاول نوصل الحشوه بتاعتنا للاعماق او ندخلها جوه كده مكان الخياشيم اللي احنا شلناها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، ولحد ما نتاكد ان السمكه بتاعتنا من جوه محشيه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنحشي الثانيه كمان بالشكل ده، ونتاكد ان السمكه بتاعتنا محشيه كويس من جوه زي ما حضراتكم شايفين كده. كده خلاص حشينا تقريبا السمكتين اللي معانا دلوقتي. هنبتدي نعمل ايه؟ طبعا احنا فاضل معانا شويه سلطه زي ما بنقول كده اللي هم دول. هنبتدي ننزل عليهم نص كوبايه الخل اللي معانا ديت مع معلقه الدقه اللي هي الملح بالثوم بالفلفل الاحمر، وكمان هننزل معلقتين الثوم، وهننزل عليهم التوابل اللي هي معلقه الكزبره ومعلقه الكمون، وهنقلب الحاجات دي كلها مع بعضها كده زي ما حضراتكم شايفين، لان ديت ان شاء الله هنزودها في نهايه الفيديو ان شاء الله. واحنا بنحدق السمك بتاعنا بالتحديقه ديت. هنضيف عليها نص كوبايه ميه سخنه عشان التحديقه بتاعتنا ديت ننزلها ان شاء الله ونرشها على السمك بتاعنا. فانا قلبتها دلوقتي وهسيبها كده مع بعضها لحد ما نخلص ان شاء الله، وهنستعملها في الفينش مع حضراتكم ان شاء الله. هتشوفوا هنعمل بيها ايه. هنبتدي بقى دلوقتي ان شاء الله نبصم السمك بتاعنا في الرده زي ما حضراتكم شايفين كده. هنجيب صينيه زي دي، وهنبتدي نجيب السمك بتاعنا بالشكل ده وننزله زي ما حضراتكم شايفين كده، ونغطسه في الرده كده بحيث ان الرده بتاعتنا تغطي السمكيه بتاعتنا من جميع الاتجاهات بالشكل ده، ونتك عليها كده عشان تشرب الرده بتاعتنا. كده تقريبا السمكه بتاعتنا خلاص خدت كفايتها من الرده، وننفضها زي ما حضراتكم شايفين كده. نجيب السمكه الثانيه نفس الموضوع، هنجيب عليها الرده بالشكل ده، ونتاكد ان احنا بصمناها كلها وان الرده بتاعتنا ان السمكه بتاعتنا خدت كفايتها من الرده اللي معانا. وبعدين هننفضها نفس الموضوع كده عشان ننزل الرده الزياده اللي فيها. وبكده نكون خلاص خلصنا وبصمنا السمك بتاعنا. هنطلع بقى دلوقتي ان شاء الله على الصاجه بتاعتنا عشان نشوف هنقلي السمك ازاي او هنشويه ازاي. ورجعت تاني مع حضراتكم يا جماعه بعد ما حطينا الصاجه بتاعت الفرن بتاعنا على الشعله اللي في النص وشغلناها على العالي زي ما حضراتكم شايفين كده. بندهن الصاجه بالزيت مره واحده بس اول ما ننزل فيها السمك، وبعد كده مش هنضطر ان احنا ندهنها تاني. طبعا انا مشغل عليها النار زي ما حضراتكم شايفين كده، نار متوسطه لا عاليه ولا واطيه. وهنبتدي نسمي الله وننزل السمك بتاعنا في النص زي ما حضراتكم شايفين كده.
طبعا هنسيبه شويه لحد ما ياخد اللون، وهقلبه مع حضراتكم نشوف اللون بتاعه هيبقى عامل ازاي. ورجعت مع حضراتكم تاني. دلوقتي هنبتدي نقلب السمك بتاعنا يا جماعه. هنبتدي دلوقتي نمسك السمكيه من النص كده ونقلبها على الوش التاني زي ما حضراتكم شايفين كده، من الراس ومن البيت، ونقلبها كده بالشكل ده. طبعا حضراتكم شايفين اللون اللي خده السمك بعد ما نزلناه على الصاله. ان شاء الله هكمل بقيه تسويه السمك بقى بالطريقه ديت على الجنب التاني، وارجع مع حضراتكم في التقديم ان شاء الله. ورجعت مع حضراتكم بعد ما طلعنا بالسمك من على الصاجه من على البوتاجاز. دلوقتي هنحط معانا كوبايه ميه سخنه، هننزلها على المكون اللي انا قلت لحضراتكم عليه، اللي هو الخضار اللي باقي من الحشوه بتاعه السمك بتاعنا. هنبتدي بقى دلوقتي ان شاء الله نسقي مع بعض السمك زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. هنبتدي نشيل من التتبيله اللي احنا عملناها ديت ونرشها. في ناس بتبيت فيه السمك في نفس الميه ديت، بس عشان انا مفتح السمك زي ما قلت لحضراتكم في الاول، فطبعا مش هينفع ان انا ابيت فيها السمك عشان اما اجي اشيله ما يتهرش مني. فانا بسقيه زي ما حضراتكم شايفين كده بالشكل ده، وبسيبه دقيقه او دقيقتين. طبعا الميه لازم تبقى سخنه يا جماعه، والسمك يبقى طالع سخن من على الصاجه عشان يتشرب معايا الملح والتتبيله اللي انا عاملها ديت. اتمنى ان الفيديو بتاع النهارده يكون عجب حضراتكم، وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديوهات جايه تانيه كتير باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.